أمريكا أنفقت 40 مليون دولار منذ بداية الثورة في مصر. مين اللي خد الفلوس دي؟ السيد البدوي رئيس حزب الوفد بيسأل، وأنا أسأل السيد البدوي والنخبة في مصر: من الذي أخذ 40 مليون دولارا؟ من الذي كلما رأى أن الإسلام يتقدم خطوات يهيش ويلتاع ويحترق ويكتوي ويقول لك لا، عايزين نأخر الانتخابات، لابد من تأخير الانتخابات. كلما رأوا الإسلام يحرز نقاطا في الشارع كلما هاجوا وماجوا على الإسلام والإسلاميين والسلفيين، وبحثوا في الدفاتر القديمة عما كان يقال، وما دوروا للشيخ أبو إسحاق الحويني على كلمتين كان يمزح ويضحك وهو بيقولهم في درس من 18 سنة. من 18 سنة الراجل بيمزح وبيقول الإسلام، ولما ربنا ينصرنا وننشر الإسلام ونأسر غير المسلمين. والراجل يعني كان يقول هذا من باب شرح حديث وليس لواقع، والواقع كان ساعتها انه كله كان مكبل بالقيود ومكبل بالحدود. دوروا له على كلمتين